تخيلوا ان الغسيل على المنشر ممكن يتحسد. اكلك بيتحسد، لبسك بيتحسد، فرحتك بولادك بتتحسد. مره زمان وانا صغيره كنت واقفه في فرن العيش، فواحده واقفه بتقول ايه ده، هي دي عروسه جديده بنت كده نشره ملايات جديده. راحت التاني رد عليت لا يا اختي، هي كده على طول، دي متجوزه بقالها يجي 10 سنين، مش عروسه ولا حاجه، بس هي بتحب كل شويه تجيب ملايات. فات ايام وجت ايام، المهم ان انا لقيت ان الشقه دي فجاه مقفوله خالص. يعني هما لسه في الفرن بيمسكوا القصه، يعني ما بيسيبوهاش. دي تلاقيها سفرت، دي تلاقيها، انا من رايي هي شكلها ماتت، انا ما اعرفش راحت فين. بس القصه ان انا لقيتهم حتى مركزين ما بقاش فيه نشير، نشيرك على الحبل نفسه بيتحسد. انت متخيله؟ مش هقول لك حطي فوط قديمه قدام او كده، بس حاولي الحاجات المزهزهه قوي الجديده قوي بزياده دي يعني بلاش تحطيها قدام. يعني خدي من النصيحه اللي انا كنت سامعاها في يوم من الايام، ما كنتش فاهمه انه حسد، كنت فاهمه انه ور بس رغي كده عشان احنا واقفين في الفرن الستات زهقانه، وانا كنت صغيره. كل حاجه بتتحسد. لو واحده سالتك على حلقه تروحي تلاقيه مكسور، وحصلت معايا ونزلت لكم فيديو بالحلق والخاتم، نعمل ايه بقى؟ نتعظ بقى، ايه ملبس، ايه لا يا اختي البس ان شاء الله تبقى بتضوي كده، حطي هنا كهارج طول الوقت. امني على خروج ولادك في امانتك يا رب، يرجعوا في امانتك يا رب، احمدك يا رب على رجوعهم. امني على جوزك خارج داخل وانت بتنشري سم الله واستعيذي من الشيطان الرجيم من عين اي حاسد او حاقد. نتعظ بقى، نعمل ايه بقى؟ فين اذكارنا الحلوه؟ فين ورقه الاذكار اللي كانت في الشنط؟ راحوا فين دول؟ سايبه الشقه تقولي في امانتك يا رب، داخله مكان حد عشان عينيكي ما تبقاش حاسده او حاقده، سمي الله واستعيذي من الشيطان الرجيم وقولي اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له، هتلاقي ربنا والله يداكي الطقطقين ان شاء الله.